يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم الكتب اللي فعلا غيرت مفاهيم ملايين الناس عن الفلوس والثروة، وهو كتاب الأب الغني والأب الفقير. الكتاب ده مش مجرد شوية نصايح مالية، لأ، ده بيغير طريقة التفكير نفسها. الكتاب بيبدأ بسؤال بصراحة صادم ومباشر جدا. ليه أهم موضوع في حياتنا اللي هو الفلوس محدش بيعلمه لنا في المدارس؟ يعني سؤال كده بيخلي الواحد يقف ويفكر في كل حاجة اتعلمها عن الفلوس أو ورثتها عن أهله. الحكاية كلها بتدور حوالين الكاتب روبرت كيوساكي، اللي كان عنده نقدر نقول أبين في حياته. لا مش بالمعنى الحرفي طبعا، هو كان أبوه الحقيقي وأبو صاحبه الإنتيم، وكل واحد فيهم كانت فلسفته عن الحياة والفلوس عكس التاني 180 درجة. وهنا بقى بيبان الفرق الشاسع في التفكير. الأب الفقير، وده كان راجل متعلم تعليم عالي وماسك منصب كبير، نصيحته دايما بتدور حوالين الأمان الوظيفي. يا ابني ذاكر كويس عشان تلاقي شركة محترمة تشتغل فيها. أما الأب الغني اللي بدأ من تحت الصفر، كانت نصيحته حاجة تانية خالص: ذاكر كويس عشان تلاقي شركة محترمة تشتريها. شايفين النقلة من عقلية الموظف لعقلية المالك؟ الأب الفقير كان دايما بيردد المقولة المشهورة دي، إن حب الفلوس هو أصل كل الشرور. ودي يعني الفكرة التقليدية اللي كتير مننا وكبر عليها، فكرة إن السعي ورا الفلوس ده حاجة سلبية أو حتى غلط. يجي بقى الأب الغني ويقلب الترابيزة خالص، يقولك لأ، مش حب الفلوس، ده نقص الفلوس هو أصل كل الشرور. هو كان شايف إن الفلوس دي مجرد أداء، لكن لما بتغيب هنا بقى بيبدأ التوتر والقرارات الصعبة والمشاكل. طيب نركز بقى هنا، عشان إحنا داخلين على أهم درس في الكتاب كله. بجد دي النقطة اللي ممكن تغير كل حاجة. الفكرة دي لوحدها كفيلة إنها تغير طريقة أي حد فينا بيبص لقراراته المالية، وهي ببساطة: إيه الفرق بين الأصل والالتزام؟ أغلبنا كبر وهو بيسمع نفس الكلام بتاع الأب الفقير: بيتك هو أكبر استثمار وأعظم أصل ممكن تمتلكه. دي تقريبا بقت من الثوابت عند الطبقة المتوسطة في كل حتة في العالم. بس الكتاب هنا بيجي ويرمي قنبلة، بيسأل سؤال صادم: هو البيت فعلا أصل؟ السؤال ده لوحده بيخلينا نعيد تفكير، لأن تعريف الأب الغني للأصل مختلف تماماً عن اللي اتعودنا عليه. بكل بساطة ومن غير أي تعقيد، الأب الغني بيعرف الأصل إنه أي حاجة بتدخل فلوس في جيبك، بس كده. الموضوع مش بقيمة الحاجة دي كام، لكن بتأثيرها على حسابك في البنك كل شهر. وبنفس المنطق، الالتزام هو أي حاجة بتطلع فلوس من جيبك. فالحكاية كلها مش في قيمة الحاجة، لأ، الحكاية في اتجاه سهم الفلوس. السهم ده رايح لجيبك ولا طالع منه؟ وهنا الصورة بتوضح قوي. الأب الغني كان بيركز يشتري أصول، أسهم، عقارات يأجرها، مشاريع بتجيب له دخل مستمر. أما الأب الفقير فكان تركيزه على شراء بيت كبير وعربية جديدة، ودي حاجات بتسحب فلوس كل شهر في شغل أقساط وصيانة وتأمين. وعشان كده الكتاب بيعتبرها التزامات مش أصول. طيب عرفنا الفلسفة، إزاي بقى نطبق الكلام ده على أرض الواقع؟ هنا بتيجي القواعد العملية أو الروشتة اللي الأب الغني كان ماشي عليها عشان يبني ثروته. تعالوا نمسكهم واحدة واحدة. القاعدة الأولى: الأغنياء مش بيشتغلوا عشان الفلوس، هم بيخلوا فلوسهم هي اللي تشتغل عشانهم، وده عن طريق بناء الأصول اللي بتجيب دخل مستمر. التانية: الأهم مش قبضك كام، الأهم بيتبقى منه كام وبتستثمره. التركيز لازم يكون على بناء الثروة مش مجرد زيادة الدخل. التالتة: اهتم بشغلك الخاص، والمقصود هنا هو عمود الأصول بتاعك. وظيفتك بتدفع الفواتير، لكن أصولك هي اللي بتبني الثروة. وأخيراً الرابعة: اشتغل عشان تتعلم مهارات جديدة، مش بس عشان المرتب. كل وظيفة هي فرصة لاكتساب خبرة هتساعدك في بناء ثروتك. في الآخر الخلاصة كلها إن الفرق الحقيقي بين الأب الغني والفقير ما كانش في حسابهم في البنك، لأ، الفرق كان هنا في الدماغ، في طريقة التفكير والذكاء المالي. الكتاب بيأكد إن أقوى أصل أي حد فينا بيمتلكه هو عقله. الاستثمار في التعليم المالي وتطوير الذات هو اللي بيخلق القدرة على رؤية الفرص وبناء الثروة حتى من ولا حاجة. ودي نقطة نفسية في منتهى الأهمية. الخوف من الخسارة هو اللي بيمنع أغلب الناس من إنهم يكسبوا بجد. الأب الفقير كان بيلعب لعبة الدفاع، كل همه إنه ما يخسرش، فبيفضل دايما في منطقة الأمان. لكن الأب الغني لأ، ده كان بيلعب عشان يكسب، وده طبعا بيطلب شجاعة ومخاطرة مدروسة. كل الأفكار اللي قلناها دي بتخدم هدف واحد في النهاية: الخروج من اللي الكتاب بيسميه سباق الفئران. سباق الفئران هو الدايرة الجهنمية دي. تلاقي وظيفة، تقبض مرتب، تدفع فواتيرك وضرايبك، تشتري التزامات فاكرها أصول، فتلاقي نفسك محتاج فلوس أكتر، فترجع تشتغل بجهد أكبر عشان تاخد ترقية، وهكذا. دايرة مقفولة بتخلي الواحد يجري في مكانه طول عمره. الحل للخروج من السباق ده مش في إن مرتب يزيد، لأ،
الحل في تغيير التركيز تماما. بدل ما يكون كل الهم هو الوظيفة والدخل منها، لازم التركيز يتحول لبناء وتنمية محفظة من الأصول اللي بتدخل فلوس بشكل مستمر. وفي الآخر الكتاب بيسيب كل واحد فينا قدام مراية وبيطرح سؤال لازم كل واحد يسأله لنفسه في قراراتك المالية اليومية. انت بتسمع لمين؟ لعقلية الأب الفقير اللي بتدور على أمان الوظيفة، ولا لعقلية الأب الغني اللي بتبني أصول عشان توصل للحرية المالية؟